إبراهيم السالم أحمد الخليفة، المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. على كل حال، مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصالون الدولي في طبعته 25 للسياحة والأسفار يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة التنمية الاقتصادية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية بالجمهورية الجزائرية في مجال الصناعة التقليدية والحرف. المشاركة الصحراوية هي عبارة عن منتجات تقليدية حرفية صحراوية، واللي هي في الحقيقة تعبر عن أصالة وعمق الثقافة الصحراوية والهوية الصحراوية، باعتبار أن شعب الصحراء الغربية هو شعب متميز عن غيره من باقي الشعوب المعمورة، شعب له عاداته، له تقاليده، له اكتفاءه الذاتي من خلال ما يعتمد عليه من أنامل الحرفيين الصحراويين، وكذلك ما تدخر به الأرض الصحراوية. المشاركة الصحراوية كذلك تأتي في سياق أن الدولة الصحراوية هي لا رجعة فيها، هي موجودة في كل المحافل كباقي دول العالم، وهذه رسالة للعالم بأن لا زلنا مستمرين في النضال من أجل القضية وتحقيق إن شاء الله الاستقلال والرجوع إلى كامل ربوع الوطن بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة ما يفوتني إلا أن أشكر الجزائر شعبا وحكومة على كل حال على المواقف الثابتة الداعمة للدول المضطهدة والمظلومة في باقي العالم، وليس هذا بالجديد، ولكن بشكل خاص لقضية الصحراء الغربية، وبشكل خاص كذلك لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وعلى رأسها معالي الوزيرة مداحي حورية، على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الاستقبال والضيافة اللي لقاها الوفد الصحراوي، وشكرا جزيلا.